تولى النجم الكبير الكابتن شوقي غريب المسؤولية لمنتخبنا الوطني الأول، وتولى النجم الكبير الكابتن حسام البدري المسؤولية لمنتخبنا الأولمبي. طبعا هقول لحضراتكم كل التفاصيل، ولكن أيضا في سياق هذا الموضوع نجم كبير أيضا لنادي المقاولين ومنتخب مصر ومدرب عام لمنتخب مصر سابقا ودرب عدد من الأندية، آخرها تولى المسؤولية لنادي المنيا. الناس هنا في المنيا وخاصة أعضاء مجلس الإدارة قعد يقولوا كلام كتير جدا، كلام غريب جدا عن علاء نبيل. علاء نبيل هذا النجم الكبير بعلاقاته الاجتماعية وبتاريخه المشرف في لعبة كرة القدم وفي عالم التدريب. كان مدربا عام مع الجنرال، مع النجم الكبير الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري، وكان أيضا نجما كبيرا في عالم لعبة القدم. اليوم تولى المسؤولية لنادي المنيا. بدأت الناس بقى تطلع عليه القطة الفطسة زي ما بيقول، ولكن في النهاية علاء نبيل هو نجم محدش يقدر يغفل ذلك. نجم بأدائه في الملعب، نجم بأدائه كمدرب، وفي النهاية وقع كل الاختيار من كافة الأوساط الرياضية وفي عالم الساحرة المستديرة وكرة القدم إن علاء نبيل ما حدش يصلح ليه مدربا عاما لمنتخب مصر الأول إلا علاء نبيل. أين هم الأقزام الذين تحدثوا عن علاء نبيل بألفاظ أو بأشكال غريبة الشكل ما كناش نتمنى إن احنا نقولها على نجم كبير زي علاء نبيل. علاء نبيل بالفعل كان هيعمل من فريق المنيا فريق جيد، وكان هيبقى حصان أسود في البطولة، وكان هيأدي أداء طيب. فأنا بتمنى له التوفيق عن نفسي وبالأصالة عن نفسي وعن كل زملائي في البرنامج. بنتمنى التوفيق للنجم الكبير علاء نبيل كمدربا عاما لمنتخب مصر الأول.